كان في بيت قديم في شبرا، بيت من الطوب الأحمر، ريحته ريحة زمن راح. كان يوسف واقف قدامه بعد سنين غياب طويلة، ورث البيت بعد وفاة عمه الأخير. البيت كان كبير بس عليه غبار السنين، شبابيكه مقفولة كأنها بتخاف النور. دخل يوسف البيت، وكل خطوة كانت بتصدر صوت كأن البيت بيتنفس. لكنه هو داخل شاف حاجة غريبة، باب خشب صغير في الأرض، عليه قفل حديد قديم، ومكتوب فوقه بخط مائل: ما تفتحوش. يوسف وقف قدامه شوية، حس بشيء جواه بيشده ناحية الباب، لكنه ساب المكان وطلع الدور اللي فوق. تاني يوم بدأ ينظف البيت، لقى درج قديم في مكتب جده، جواه ورق مكتوب بخط إيده، كانت مذكرات صغيرة من الخمسينات، وفي آخر صفحة مكتوب: السر كله في الصندوق، اللي يفتحه مش هيقفل حياته تاني. يوسف ضحك وقال: الله يرحمك يا جدي، كنت بتحب الغموض. لكن الفضول بدأ ياكل فيه، فضل طول الليل يفكر: هو إيه الصندوق ده؟ وأين مكانه؟ وفي اليوم اللي بعده وهو بينظف الأرض، رجله خبطت في بلاطة مكسورة، رفعها ولقى مفتاح صغير ملفوف في قماشة حمراء. المفتاح نحاسي تقيل، وتحته ورقة مكتوب فيها: لو قررت تفتح افتكر إن في تمن. يوسف بص ناحية الباب اللي في الأرض، نفس الشكل، نفس اللون، المفتاح والباب كأنهم اتخلقوا لبعض. بالليل الساعة كانت 2 بعد نص الليل، البيت ساكت، صوت الهوا بيزق الشبابيك. يوسف قرر يفتح الباب، ركب المفتاح، لفه ببطء، القفل صر صوت غريب. فتح الباب، نور المصباح نزل لتحت، سلم خشب بينزل في السرداب، ونور خفيف جاي من بعيد. نزل يوسف بحذر، كل درجة كان يحس إنها بتغرس فيه خوف. في آخر السلم لقى صندوق خشب كبير، عليه نفس الجملة: ما تفتحوش. مد إيده، لكنه قبل ما يلمسه سمع صوت ست بتهمس: ما تفتحوش يا يوسف. اتلفت بسرعة، مفيش حد، الصوت اختفى. مد إيده تاني، حاول يشيل الصندوق، لكنه خفيف جدا، كأنه فاضي. رجع فوق، بس كل ما يبعد عن الباب يسمع نفس الهمس، صوت الست: ما تفتحوش. تاني يوم صحي على رسالة في الموبايل من رقم مجهول: لو فتحت الصندوق ما تلومش غير نفسك. اتجمد مكانه، مين يعرف؟ نزل يشوف الباب، لكن البلاطة كانت راجعة مكانها، ولا أثر للصندوق. بدأ يشك في نفسه، هل اللي حصل ده كان حقيقي ولا مجرد وهم من الوحدة؟ بالليل خبط الباب، كانت ست كبيرة لابسة إسدال أسود. قالت له: أنا كنت شغالة هنا زمان مع جدك، قولي أنت فتحت الصندوق؟ يوسف اتفاجئ: أنت عرفتي منين؟ قالت له بهدوء: لأن البيت اتنفس تاني، الصندوق ده مربوط بروح، وجدك حب واحدة زمان ماتت هنا وروحها اتحبست جواه. يوسف وقف مصدوم، يعني اللي سمعت صوتها دي كانت هي؟ الست قالت له: لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اضغط لايك واشتراك وصلي عليه في تعليق، وادعي ربنا يحميك من كل سر مش لازم يتكشف. يوسف حس إن قلبه بيخبط بقوة،
الست اختفت من قدامه فجأة كأنها هوا. الليل جه تاني. يوسف حلم بالست نفسها لابسة فستان أبيض بتعيط قدام الصندوق. هو وعده وما كملش وعده، سيبني أخرج. صحي مفزوع، نزل السرداب لكن الباب مفتوح والصندوق مش موجود. رجع يقرأ مذكرات الجد ولقى بلاغ من الشرطة القديمة، بلاغ عن اختفاء سعاد عبد العليم نفس يوم جواز جده من جدته. سعاد كانت حبيبته القديمة وماتت في ظروف غامضة، والصندوق كان سجن روحها. يوسف قرر يقفل الباب تاني، حط البلاطة مكانها، سمع همسة أخيرة جاية من بعيد: شكرا، دلوقتي ارتحت. ومن بعدها البيت سكت، ولا سمع صوت تاني ولا المفتاح بان. باع البيت ومشي، بس كل ما يسمع صوت ريح في شباك يحس كأن في حد بيقوله ما تفتحوش. عدت سنة على كل اللي حصل في بيت الجد. يوسف حاول يعيش حياة طبيعية، ساب شبرا وسكن في اسكندرية، اشتغل في شركة هندسة كبيرة، لكن جواه حاجة مش مريحة. كل ما ينام يشوف الصندوق، يشوفه مفتوح ونور بيخرج منه، وصوت ناعم يقوله لسه في وعد ما توفاش يا يوسف. بدأ يحس إن الصندوق ده لسه ليه باب مفتوح في حياته. وفي يوم وهو ماشي على كورنيش البحر لقى زجاجة طافية على الموج، جواها ورقة صغيرة مكتوب فيها: يوسف، ارجع شبرا، أنا مستنياك. وقف مكانه متجمد. البحر كان هادي بس صوت ولا ريب، كأنه بيناديه بنفس الهمس القديم. رجع البيت وهو مش عارف يفسر اللي حصل، وفي الليل حلم بالبحر بيكلمه، بيقوله ما خلصلاش يا يوسف. تاني يوم سافر ورجع شبرا. البيت واقف زي ما هو، لكن البلاطة اللي كانت قافلة الباب مش في مكانها. نازل للسرداب ولقى الصندوق رجع مكانه، بس المرة دي مكتوب عليه بخط جديد: افتح، بس المرة دي خليك فاكر اللي وعدت بيه. قلبه وقع بس ما قدرش يمنع نفسه. قرب من الصندوق، مد ايديه عليه، لكن قبل ما يفتحه سمع صوت خفيف جاي من بعيد، صوت ست بتعيط. قال لنفسه مش هسيبك المرة دي. طلع فوق ياخد نفسه، وأول ما فتح الباب قابل بنت ماشية في الشارع، كانت لابسة طرحة بسيطة، اسمها سارة. قالت له إنها باحثة في التاريخ الشعبي، بتدور على أسطورة الست سعاد اللي ماتت في بيت جده. يوسف حاول يخفي خوفه، بس لما بص في عينيها حس إنه شافها قبل كده. قالت له سارة: أنا بحلم بيك بقالي شهور، وبسمع صوت بيقولي رجعني. يوسف حس إن القدر رجعه لنفس البداية. رجع البيت معاها وراح يدور في أوراق جده تاني، لقى تحليل دم قديم باسم سعاد عبد العليم، وتحته مكتوب بخط صغير: ابنك القادم هيكمل اللي بدأناه. الصدمة خنقته، يعني هو ممكن يكون ابنها؟ بدأ كل شيء يتهز في دماغه، إزاي وجده وجدته؟ الليل جه، نزل هو وسارة للسرداب. الصندوق كان بيتحرك لوحده ونور خفيف طالع منه. صوت الست سعاد طلع من جواه وقال: يوسف، الوعد كان نعيش سوا في حياة تانية، وسارة هي المفتاح. الجو بقى برد جدا، وسارة بدأت ترتعش. قالت له بصوت ضعيف: في حاجة داخلة جوايا، ساعدني. يوسف مسك إيديها وقال بصوت عالي: اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب احمينا من أي شر. الصوت بدأ يهدى والنور خف شوية. يوسف رفع عينه وقال: لو بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اضغطوا لايك واشتراك، وصلوا عليه في تعليق عشان البركة تيجي في بيوتكم وما تحصلوش زيي. النور اختفى وسارة وقعت على الأرض، ولما صحي تاني يوم ملقاهاش في البيت. دور عليها في كل الشوارع، لكن الناس كلها قالت له إنها مش موجودة أصلا ولا حد يعرفها. بدأ يحس إنه بيجن، بس لما وقف قدام المراية شاف وشها وراه، كانت مبتسمة. ومع الوقت العلامة اللي على إيده ظهرت، رمز النفس اللي على الصندوق. رجع يقرأ مذكرات سعاد ولقى إنها كانت حامل قبل ما تموت، وإن الجد خبى السر عشان الفضيحة. يعني فعلا يوسف ابنها، وروحها كانت بتطلب منه يحررها. قرر ينزل السرداب للمرة الأخيرة. الصندوق كان مستنيه،
فتح الغطا، جواه مراية صغيرة، بص فيها وشاف نفسه طفل صغير وأمه شايلته، وقالت له بصوت هادي: دلوقتي ارتحت يا ابني. نور قوي غطى المكان كله، البيت بدأ يتهز، الصندوق اتحول رماد، وصوتها قال آخر كلمة: شكرا يا يوسف، أنا دلوقتي في سلام. طلع من البيت وهو مش حاسس برجليه، اتنفس لأول مرة من سنة. باع البيت وسافر يعيش في بيت صغير على البحر. كل يوم كان يقعد يسمع الموج، وفي يوم سمع صوت طفلة صغيرة بتغني. اللحن قديم جدا، نفس اللحن اللي كانت أمه بتغنيه في الحلم. بص حواليه، مفيش حد، لكن الزجاجة اللي كان شافها زمان رجعت تطفو قدامه على الموج. فتحها بإيده المرتشبة، جواها ورقة صغيرة مكتوب فيها كلمة واحدة: الراحة. يوسف ابتسم وقال بهدوء: يمكن فعلا النهاية دي مش خوف، دي بداية سلام. وسكت البحر، وسكت كل الأصوات، وسكت قلبه عن الوجع. وكانت دي نهاية الحكاية. كان البيت القديم لسه واقف في آخر الشارع، جدرانه باهتة وشبابيكه مقفولة كأنها بتخاف من النور. كريم وقف قدامه شايل المفتاح اللي اشتراه من المزاد، وبيحاول يفهم ايه اللي شده للبيت ده أصلا. الناس كانت بتتكلم، تقول البيت ده ملعون، وتقول اللي دخله قبل كده اختفى. بس كريم ما صدقش، هو مهندس ترميم وبيحب الأماكن اللي ليها تاريخ. فتح الباب، صوت المفصلة صرخ كأنها بتتوجع. الريحة كانت غريبة، مش ريحة تراب بس، فيها حاجة شبه الورد الميت. دخل خطوة وبص حواليه، الحيطان مليانة تشققات، بس في ركن بعيد كان فيه حاجة لمعة خفيفة. قرب منها ولقى مراية صغيرة إطارها نحاس قديم منقوش عليه رموز مش مفهومة. مسكها بإيده، بس أول ما لمسها حس ببرودة تمشي في جسمه. وقف مكانه، نفسه بقى تقيل. بص فيها، شاف نفسه بوضوح، بس كان في حاجة غريبة، انعكاسه كان مبتسم وهو لأ. اتراجع خطوة، المراية وقعت على الأرض بس ما اتكسرتش. رفعها تاني وحطها في الشنطة بتاعته، وقال لنفسه: أكيد ده تعب، مفيش حاجة. طلع فوق يتفقد الأوضة الكبيرة. السرير القديم لسه في مكانه، والدولاب مفتوح وفيه صور قديمة متاكل نصها. صورة واحدة لفتت نظره، لراجل واقف شايل طفل صغير. الراجل ده وشه شبهه بالظبط. اتجمد مكانه. إزاي؟ بدأ قلبه يدق بسرعة. سمع صوت خطوات خفيفة من الدور اللي تحت. نزل بسرعة، مفيش حد. المراية كانت على الأرض تاني، بس المرة دي كانت مقلوبة، والنقش اللي وراها بين كلمة بالعربي مكتوب: كل اللي بيبص لازم يشوف. قعد على الأرض قدامها، قال بصوت واطي: طب أنا شفت إيه؟ المراية بدأت تعكس صورة تانية، مش صورته، لكن صورة راجل تاني لابس نفس هدومه، قاعد في نفس المكان. بس المرة دي ورا الراجل كان في باب مفتوح، نور أبيض طالع منه. كريم بص ورا، مفيش باب. رجع بص للمراية، الباب لسه موجود جواها. مد إيده للمراية كأنه يلمس النور، بس النور اختفى. فضل قاعد ساعتها حاسس بحاجة غريبة، في طاقة في المكان زي ما الحيطان بتتنفس. في اللحظة دي سمع صوت خفيف كأنه همس: ما تسيبهاش. قام بسرعة وبص حواليه، مفيش حد. طلع بر البيت وقفل الباب وراه، لكن وهو ماشي في الشارع حس إن في حد ماشي وراه. بص، مفيش حد، بس ظله كان ليه شكلين. وقف وقال: أنا لازم أهدى، ده توتر شغل. رجع بيته وحط المراية على المكتب. فضل يبص فيها وهو تايه. كل مرة يبص فيها يحس إن وشه بيتغير سنة صغيرة، مرة شكله كبير، مرة صغير. وليلة شاف نفسه نايم والمراية بتحط نفسها جنبه. صحي مفزوع، المراية فعلا كانت جنبه على السرير. مسكها وقال: أنا مش هلعب اللعبة دي. راح يرميها في البلكونة، لكن قبل ما يرميها سمع صوت واضح جدا بيقول له: لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اضغط لايك واشتراك وصلي عليه في تعليق. كريم اتجمد، الصوت طلع منين؟ المراية كانت بتلمع خفيف. قال لنفسه: أكيد ده خيال، بس غريب قوي إن حتى الصوت بيقول كلام كويس. ضحك غصب عنه، لكن الضحكة كانت قصيرة.
رجع المراية مكانها وقرر يروح ينام. بس أول ما دخل الأوضة شاف حاجة على الحيطة، انعكاس المراية، يعني نورها بينعكس من بره الأوضة لحد هنا. قرب يشوف، شاف في الحيطة صورة بيت قديم، هو نفس البيت اللي اشتراه، لكن في الصورة كان في واحد واقف في البلكونة، وشه مش باين. كريم وقف قدام الحيطة. الصورة اللي انعكست من المراية بين فيها البيت نفسه، بس الشخص اللي واقف في البلكونة كان بيبصله. قرب خطوة، النور اللي في الحيطة خف شوية. المراية على المكتب كانت بتلمع، بس المرة دي اللمعة كانت ثابتة، زي ضوء شمس صغير مش عايز يطفي. كريم قال بهدوء: أنا لازم أفهم القصة دي. قعد وفتح اللابتوب وبدأ يدور على تاريخ البيت. لقى إن البيت كان ملك مهندس اسمه يوسف. مكتوب في الأخبار القديمة إن الراجل ده اختفى فجأة من أكتر من سنة. كريم مسح على وشه وقال: يعني كل ده حقيقي؟ رجع بص للمراية، وشه باين فيها عادي، بس ورا صورته كان في مكتب قديم، مكتب شبه اللي في الدور التاني من البيت. قال في نفسه: يمكن المراية دي بتعكس اللي حصل قبل كده، مش أكتر. طلع على الدور التاني وقعد قدام المكتب. كل حاجة كانت ساكنة، الجو تقيل. فتح درج المكتب ولقى جواه كشكول صغير. الكشكول ده كان مكتوب على أول صفحاته مذكرات يوسف. كريم فتح الصفحة الأولى، كان فيها سطر واحد: اللي بيبص في المراية بيشوف نفسه الحقيقية. وقف ساكت، حس إن الكلام موجه له. قلب الصفحة التانية، كانت فاضية، لكن أول ما بص للمراية اللي على المكتب شاف إن فيها كتابة بتظهر لوحدها، نفس الجملة. اتنفس كريم بهدوء وقال: يعني يوسف كان بيحاول يفهم نفسه زيه زيي؟ فضل يقلب في الكشكول لحد ما وصل لصفحة فيها كلمة واحدة: ارتاح. ساعتها حس بحاجة غريبة جواه. كل القلق اللي كان حسه، كل الأسئلة اللي كانت بتدوره بدأت تهدى. المراية وقفت عن اللمعان، النور اختفى بهدوء. كريم قفل الكشكول وحطه على المكتب وقعد قدام المراية وقال: يمكن اللي كلنا محتاجينه فعلا إننا نواجه نفسنا، مش نفضل نهرب منها. بص فيها تاني، شاف صورته بوضوح، وشه هادي وعينيه مطمنة. ابتسم وقال بهدوء: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبصراحة غريبة، حس إن المكان كله نور. مد إيده ومسح التراب من على المراية وقال لنفسه: أنا هسيبها هنا مش علشان أخاف منها، لكن علشان اللي بعدي يفتكر نفسه. خرج من الأوضة وقفل الباب وراه ونزل السلم وهو سامع صوته الداخلي لأول مرة واضح، صوت بيقوله: اللي بيشوف نفسه عمره ما بيضيع. خرج من البيت ولف يبص عليه من بعيد. الحيطة اللي كانت فيها الصورة بقت عادية، ولا فيه نور ولا فيه ظل، بس في قلبه كان عارف إن المراية دي خلصت حكايتها. المرة دي النهاية كانت سلام مش خوف.